السلام عليكم أيها المغاربة وأيها الجزائريين. معكم واحد من جيل 1953. عشت الثورة وشفت الاستقلال وأنا دري صغير، واليوم بغيت نهضر معكم من القلب. سمعنا مؤخرا اللي كيقول باللي رؤساء الجزائر عاشوا معززين مكرمين من بعد الحكم ديالهم، وكأننا نسينا التاريخ. واش بصح هاد الهضرة؟ واجي نشوفوا الواقع. احمد بن بلة اول رئيس دخل للسجن وتغدر بالانقلاب. الشاذلي من جديد جراو عليه في وسط الازمه، ولكن الصدمه الكبرى هي السي محمد طيب بوضياف الله يرحمه. هذا الرجل عاش وسطنا في المغرب 28 عام، كان خدام بعرق كتافه في المعمل ديالو في القنيطره، مرتاح هو ووليداته. نهار عيطوا عليه ينقذ البلاد رجع بنيته الصافية، ولكن قتلوه قدام الكاميرات. وعلاش؟ حيت بغى جزائر حرة، جزائر جزائرية ما تابعة لحد. يا شباب خصكم تعرفوا باللي المشكل ماشي بين الشعوب، المشكل في ذاك القيد اللي مكبلنا كاملين، وهو اتفاقيات إيفيان اللي توقعت في 1962. ما كانت غير ورقة استقلال، كانت عقد تبعية لفرنسا على الثروات والقرار. وما دام نظام العسكر كيحمي هذه الاتفاقية باش يبقى هو في السلطة، راه صعيب نشوفوا دولة مدنية ديمقراطية حقيقية. لكن دوام الحال من المحال. كاع الأنظمة العسكرية والاشتراكية اللي كانت كتحكم بالحديد والنار طاحت في العالم، وهذا جيل إيفيان حتى هو غادي يدوب بالوقت. رسالتي لجيل زاد وجيل ألفا: مستقبلكم ماشي في باريس ولا في الصراعات الماضي، مستقبلكم في المعاملات رابح رابح. خاصنا نتحالفوا مع القوة الحقيقية اللي هي ميريكان هي اللي حرت فرنسا من النازية، وهي الوحيدة اللي قادرة تضغط على فرنسا باش تفسخ هذه العقود القادمة ديال التبعية. يا إخوتي المغاربة وحتى الجزائريين، عدونا ماشي هو جاري، بل هو التبعية اللي كتاكل لنا مستقبل ولادنا. بوضياف قتلوه حيت بغى يوحد المغرب الكبير، ما تقتلوش هذا الحلم في قلوبكم. الله يحفظ بلادنا، والسيادة للشعوب ماشي للاتفاقيات المصنوعة من وراء الكواليس.